السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله جميعا تكونوا بخير يا رب دايما وفي احسن حال. طب حبايب قلبي، نكمل حل الامتحانات. نقول بسم الله بقى ونحل الامتحان التالي. السؤال الاول بيقول لك مين من which of these two options السولت caves ولا depleted natural gas fields is more suitable for storing الجرين هيدروجين in Egypt. طبعا يا دكاتره احنا قلنا بالنسبه لنا depleted natural gas field هو بيكون الفيرست اوبشن بالنسبه لنا. خلاص ليه؟ لان السولت كيفز يا دكتور احنا ما نعرفش النمبر بتاعهم قد ايه، وكمان بنستخدمهم للتوريزم والثيرابيوتيك بيربسز. خلاص، فده ما بقاش نافع، اذا يبقى هي دي كده الرايت تشويس. سؤالنا الثاني بيقول لك which of the following doesn't lead to depletion of natural resources. مين في دول؟ بص، doesn't للدبليشن. طالما مش هيؤدي للدبليشن يبقى اذا حاجه فيها ريسايكلينج. ده اول حاجه نفكر فيها، فاهم؟ فبيقول لي دي فورستيشن، يعني ان انت تشيل الغابات مش تبعنا. هو بيقول لك doesn't lead to depletion دي كده هتعمل ديبليشن، تعمل ديبليشن طبعا. الديجريديشن تعمل ديبليشن، الاكسسيف مايننج يعمل ديبليشن، انما الريسايكلينج ما يعملش ديبليشن. ها، فهمت اللعبه؟ يبقى فعلا حاجه فيها يا دكتور حاجه فيها ريسايكلينج زي ما قلت لك. طيب تعال نبص على السؤال الثالث. بيقول لك ايه؟ الفولوينج ايكويشن بتريبريزنت الالكتروليسيس اوف الووتر. ده الكتروليسيس، ادانا الدلتا اتش بالبوزيتيف، اذا البروسيس ديت اندو ثيرميك. خلاص، وركز عشان المسائل بتاع الاندو والاكزو مش موجوده بكثره في الامتحانات. لا، هي ممكن تجي لك، خلاص ممكن تجي لك، فلازم تبقى مركز فيها قوي. فهو بيقول لك ايه بقى؟ from this equation it becomes clear that in the process of forming a mole of water from its primary element in their standard state is ايه؟ بص، هو عايزنا نحضر، قال لي من الايكويشن البروسيس لفورمنج ننتج مول بس ميه. انتج مول ميه، ركز بقى عشان التفاعل ده مهم قوي، السؤال ده حلو قوي، حلو جدا. خلاص، انت تنتج مول، انتج مول يعني الميه تبقى في البرودكت، يبقى حضرتك هتقلب المعادله. يعني ايه هقلب المعادله؟ هتقول لي كده، خد بالك، المفروض ان انت تنقلها زي ما هي 2 اتش 2 بلس الاو 2، بس ركز معايا للاخر. هتقول لي 2 اتش 2 او، لا مش ده اللي احنا عايزينه. امال هو بيسالني على مول واحد بس من الميه، فمول واحد يبقى اضرب الايكويشن كلها في هاف. ركز، اضرب في كام؟ في هاف. فلما اضرب في هاف ده يبقى هاف ملتبلاي 2 بايه؟ ب 1، وهنا يبقى هاف، وهنا يبقى 1. طيب ايه اللي هيتغير معاهم؟ الدلتا اتش يا نجم، ودي اهم لقطه، اهم لقطه. يعني الدلتا اتش كانت بالرقم ده بوزيتيف، صح. معنى ان حضرتك جبت البرودكت رياكتنت والرياكتنت برودكت، يبقى انا اول حاجه الدلتا اتش تبقى نيجاتيف. نيجاتيف، انا ضربت الايكويشن في هاف، فاضرب الفاليو دي كمان في هاف. خلاص، يبقى 500 571.8 تايمز هاف يطلع بنص الرقم ده اللي هو 285. خلاص، بس خد بالك بقى ايه يا دكتور؟ التفاعل يبقى ماله بقى؟ نيجاتيف يعني اكزو. يبقى انا مبدئيا استبعدت ايه عشان الرقم ده غلط، واستبعدت سي عشان الرقم ده غلط، هيتغير هيبقى النص. خلاص، وبالنيجاتيف يبقى يقول لي ايه؟ اكزوثيرميك، اقول له صح، اندو غلط، يبقى هي دي كده رايت تشويس. سؤال ممتاز جدا، وفكرته ممكن تكون في الامتحان فعلا، يعني ممكن تيجي لك في الامتحان نفس الفكره. خلاص، مهمه قوي. طب اللي بعده، what is the environmental impact of using البايوفيول instead of الفوسيل فيول؟ حلو، انا لو استخدمت بايوفيول فدلوقتي حاجه، يعني حاجه هتعلي الكواليتي بتاعه الاير، صح ولا مش صح؟ هتقول لي صح. هتقلل كل الاميشن والهارمفول ايه جازز بتاعه الايه بتاعه الفوسيل فيول. فهل هيزود الاير بوليوشن؟ بالعكس، ده انا بنقلل الاير بوليوشن وبنعلي الكواليتي بتاعه الايه. زي المدينه اللي كانت شغاله بالجرين هيدروجين، مش قلنا لقينا كواليتي الهواء زادت؟ طب انكريز الاويل اكستراكشن، بالعكس انا بقلل فوسيل فيول. ازاي ازود اكستراكشن اويل؟ ما هو الاويل ده فوسيل فيول. طب ريديوزنج الجرين هاوس جازز ايميشن، بالفعل. طب نقلل البرسنتج للنون رينيوبل انفايرمنتال ريسورسز، بنقلل نسبه النون رينيوبل انفايرمنتال ريسورسز، الموارد. بص يا نجم، هنا بيقول لك انت امباكت لاستخدام بايو فيول، فالامباكت للبايو فيول هل معناه ان انت بتقلل نسبه النون رينيوبل انفايرمنتال ريسورسز؟ يعني انت ما جيتش جنبها، يبقى بتقللها ازاي؟ فاهم؟ انا ما استخدمتهاش، بقللها ازاي؟ انا بزودها مش بقللها، فاهم؟ فدي غلط، ده غلط، ده غلط، يبقى دي كده الرايت تشويس. اللي بعده، مين يا عم من الفولوينج بروسيسز دي بيريليز كربون داي اوكسيد جاز للاتموسفير؟ يخرج. هل الترانسبيريشن ولا الريسبيريشن ولا الفوتوسينثيسيس ولا الايفابوريشن؟ طبعا ده مستبعد، ايفابوريشن يعني تبخير ميه، صح؟ جميل، هتقولي جميل. الفوتوسينثيسيس خد بالك دي بتسحب كربون دايوكسيد، هو بيقول لك ريليز، يبقى دي كمان مستبعده، فاهم؟ يبقى احنا استبعدنا اثنين. طيب عظيم جدا.
عندنا بعد كده بيقول لي الترانسبيريشن والريسبيريشن. ريسبيريشن طبعا التنفس الخلوي، خلاص سيلولار ريسبيريشن هو اللي بناخد الاكسجين وجود الجلوكوز ويطلع كربون داي اوكسيد، خلاص. وليها علاقه كمان بالميتوكوندريا دي، لان ده شكل الميتوكوندريا السؤال ده كمان. طب يلا اللي بعده، بيقول لك which of the following is considered a direct effect للاسيد رين. انا عايز تاثير مباشر للاسيد رين. هل يزود الفيرتيليتي للاجريكلتشر لاند؟ يعني ايه يزود الفيرتيليتي؟ ملهاش علاقه بالفيرتيليتي، يعني هي الخصوبه يعني. طب الاوزون لاير ديبليشن ملوش علاقه برضه. طب الاروجن اوف اللايم ستون بيلدينج صح، ده من الدايركت افكت، ما احنا قلنا بينزل على اللايم ستون اللي هو الكالسيوم كربونيت، صح كده؟ والاسيد رين اللي هو السلفوريك اسيد، ولسه كنا حليناها في الامتحان اللي قبله. فقلت لك بص، اي كربونات سولت على اي اسيد يطلع كربون دايوكسيد، يطلع ايه؟ يطلع ميه، وبعد كده هناخد الكاتاين مع الاناين فيديني كالسيوم سلفيت. ده طبعا كاتاين وده اناين. فدي حلوه. يقلل البرسنتج للجرين جازز ملوش علاقه طبعا، خلاص. اللي بعده الاوبوزيت فيجر بيوضح one of the living organelles حلو me which is responsible for production of الانرجي اللي هي طبعا الميتوكوندريا، خلاص ميتوكوندريا. ده سؤال دايركت ومباشر. طيب اللي بعده among the results of using magnetic separation. ها خد بالك results نواتج magnetic separation، انا فصلت المagnetic wastes من الويستس بشكل عام، خلاص. فقال لك ايه بقى؟ قال لك technique of magnetic material from the component of electronic scraps. ماشي، is ايه بقى؟ ها عايزين نواتج السيبريشن دي. هل بنزود الكونسومشن للناتشرال ريسورسز؟ بالعكس. ليه؟ ما هو معنى ان انا عملت عمليه اكستراكشن، يعني مش اكستراكشن بقى، عملنا عمليه ريسايكلينج، يعني ما انت بتعمل سيبريشن عشان الريسايكلينج، فاهم؟ فانت كده بتقلل الاعتماد على مين؟ على الناتشرال ريسورس، يبقى انا قللت كونسومشن. طب انا بزود فوليوم الماجنتيك ويست؟ بالعكس انا قللتها. انا كان معايا زربيحه قد كده، شلت الماجنتيك منهم فالحجم قل، الفوليوم قل يعني، خلاص. فدي كمان غلط. طب reducing pollution resulted from the unsafe disposal of these scraps. احنا فعلا بنقلل التلوث اللي هيحصل من الانسيف ديسبوزال، صح. طب نقلل النيد فور الريسايكلينج للماجنتيك ماتيريال؟ بالعكس انا بزود، انا اصلا بعمل سيبريشن عشان اعمل ريسايكلينج، السيبريشن ده بهدف الريسايكلينج، فبتقلل ريسايكلينج؟ لا انا بزود ريسايكلينج. طيب building wind turbines in open area is attributed to ايه؟ avoiding air pollution؟ لا. avoiding their negative impact على الهيومن هيلث؟ بالعكس، ده مصدر رينيوبل وحاجه ما فيش اي ضرر للبيئه خالص. احنا عايزين بس بنشوف اوبن اريا عشان يبقى الباور بتاع الويند يبقى عالي، خلاص. يعني يبقى عندي ويند انرجي كتيره عشان تقدر تلف التوربينز واحصل على انرجي كافيه. فهل obtaining greater amount of wind energy؟ احنا فعلا بنشوف اوبن اريا عشان عايزين اعلى كميه او اقوى كميه ايه؟ ويند انرجي، خلاص، اللي هي طاقه الرياح يعني. providing continuous exposure to sunlight؟ لا احنا بنتكلم في ويند. ايه علاقه الويند توربين بالسان لايت؟ هي مش سولار سيل. الامباكت اوف الميرورز ان السي اس بي سيستمز از اتريبيوتد تو. بص، الميرورز او اللينسز بتكولكت السان لايت وتعمل له فوكسنج على ريسيفر معين. الريسيفر ده يا معلم بيقوم محول الانتنستي دي كلها على البايبز اللي فيها الميه. البايبز الميه توصل لها الحراره في صوره ثيرمال انرجي، تتحول لستيم. هو ستريم من الستيم شغال عادي. طيب تعال نشوف اللي هو عايزه. هو بيقول لي بقى الميرور دي هل بتقلل الانتنستي؟ بالعكس، احنا بنجمع دي يا ابني، بتعمل كولكت للسان لايت. طب هل بتعمل سكاترنج لللايت ري؟ بالعكس بتجمعهم. بتغير الباث بتاع السان لايت ولا بتكونفرت اللايت انرجي لكيميكال انرجي؟ لا مش هي اللي بتكونفرت، هي تغير الباث، بتتجمع وتغير الباث، خلاص، انما مش بتحول من صوره لصوره. طيب الاوبوزيت دياجرام بيوضح فود ويب which of the following organisms obtain the largest amount of energy through this web. بص، اللي يحصل على اعلى انرجي اللي بيفيد اون اللي هم الهربيفورس يعني، فاهم؟ هو بيقول لي مين which of the following obtains the largest amount of energy through this web. هو بوجه عام بقى عايز يعرف مين اكتر حد بيحصل على الانرجي في الويب ديت. طيب تعال نبص كده. البلانت طبعا ده اللي هو البروديوسرز، فاحنا هنبدا الانرجي فلو من اول البتر فلاي من هنا، خلاص. لان خد بالك بص، ده هيتغذى على ده، والجراس هوبر برضه هيتغذى على البلانت، تمام كده.
بعد كده بقى نبتدي نتحرك بقى الفراج ده يبتدي ياكل ديت، فاهم؟ انت بص بتشوف السهم رايح فين تمشي العكس، بتشوف السهم رايح فين تمشي العكس. يعني تعال نشيل لك الرسومات كده عشان لو حد بيتلخبط في الحته دي. السهم رايح كده يبقى دي بتاكل ده، السهم رايح كده يبقى ده بياكل ده، فاهم؟ فانا عندي الباتر فلاي وعندي الجراس هوبر، هم دول اعلى اتنين. باتر فلاي صح، مفيش جراس هوبر، يبقى هي دي كده الرايت تشويس. اي حد تاني هيوصل لك كميه قليله، مش محتاج تدور. خلاص مش محتاج تدور. يلا. when performing an isothermal process. اقف. يعني ايه ايزوثيرمال يا دكتور؟ يعني اللي تشينج في التمبريتشر مفيش، يبقى الدلتا يو بزيرو، يبقى اللي تشينج في التمبريتشر ثابت. طب ما انا عندي القانون كان بيقول لي الدلتا كيو ايكوال الدلتا يو بلس الدلتا دبليو. حصل النجم بزيرو، يبقى الدلتا كيو قد الدلتا دبليو. خلاص يبقى الدلتا كيو قد الدلتا دبليو. طب هو بيقول لي ايه؟ الدلتا يو بتساوي الدلتا كيو، والدلتا يو بتساوي الدلتا دبليو، والدلتا يو بزيرو. لا اقول له الدلتا يو بزيرو. خلاص الدلتا يو هي اللي بزيرو. انما بص احنا قلنا الكيو قد الدبليو صح؟ فهنا مفيش كيو قد دبليو خالص، وهنا بيقول لي الدلتا يو ماينس برضه غلط، يبقى الدلتا يو بزيرو مظبوطه زي الفل مفيش فيها غلط. طب البايو فيول can be obtained through all of the following processes except. بايو فيول، هل fermentation شغال؟ ايريك ديكومبوزيشن عادي. سيلولار ريسبيريشن ما ينفعش. ليه؟ ده تنفس خلوي. بايو ديجريديشن شغال. كل ده فعلا نقدر نحصل منه على بايو ايه؟ على بايو فيول. طب يلا 14 بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. Which of the following gases isn't from the component للناتشرال جاز؟ حلو. ناتشرال جاز عباره عن ميكس ما بين ميثين CH4، خلاص ميثين معانا، بروبين معانا، ايثين معانا، كربون دايوكسيد مش معانا. انا قلت لك الميكس عباره عن ميثين اللي هو بالعربي ميثان، وايثين اللي هو ايثان، بروبين اللي هو بروبان، بيوتين اللي هو بيوتان. انجلش عربي. خلاص اللي بعده بيقول لك يا ترى يا هل ترى ان السويج تريتمنت بلانت، حلو، اللي هي بتاعت الويستس بتاعت الانيمالز يعني، ويست كونتيننج هاي برسنتج اوف الهيدروكلوريك اسيد، ماشي، ووز بروديوسد. يعني ايه هيدروكلوريك اسيد؟ يعني ده اسيد، نسبه اسيد عاليه. as a result of ايه؟ of the pipes cleaning process، يعني نتيجه تنظيف الايه؟ البايبس اللي عندنا. which of the following substance can be added للويستس دي عشان تعمل تريتمنت وتكونفرت لسيف ماتيريال؟ يبقى انا عايز طالما اسيد محتاج بيز. خلاص هنا خد بالك قال لي هيدروكلوريك اسيد HCl، فلما اجي اختار حاجه سترونج بيز. طبعا ده اسيد ما ينفعش، اسيد ما ينفعش يستبعد. ده سولت. بص NaCl قلت لك وغنيت 100 مره وهفكرك تاني. قلت لك طالما ما ابتديتش ب H مش اسيد، ما انتهتش ب OH مش بيز، يبقى ده ايه؟ سولت. انما الصوديوم هيدروكسيد NaOH يبقى ده مين؟ بيز. يبقى دي كده الرايت تشويس يعني. فهمت اللعبه؟ اللي بعده مين من الفولوينج is an application of nanotechnology in the field of battery manufacturing؟ حلو، تطبيقات خلاص للنانو تكنولوجي في تصنيع البطاريات. using platinum nanoparticles to increase الباتري سايز. بص انا هستخدم بلاتينيوم نانو بارتيكل عشان ازود الباتري سايز، حجم البطاريه. بالعكس، ده انا طالما شغال نانو انا بقلل حجم البطاريات. عشان تبقى فاهم احنا بنقلل الاحجام، فدي غلط. حته الباتري سايز دي غلط. طب هستخدم نانو جولد تو ريديوز الباتري لايف. يا راجل ده احنا بنستخدمه عشان نزود عمرها. طب استخدم كربون نانو تيوب عشان ازود الاستورج كاباسيتي، صح. طب استخدم سيلفر نانو بارتيكل عشان نزود الباتري تشارجنج. بص سيلفر جولد بلاتينم مالهمش علاقه، الكربون نانو تيوب اصلا. خلاص تمام كده. يبقى السيلفر ملوش علاقه طبعا يا دكتور، يبقى كمان ايه؟ مستبعد. وضحت؟ تمام. لان احنا قلنا اصلا الجولد ليه علاقه بايه؟ كاتاليست، صح، للاكسيديشن ريدكشن رياكشن، وليه دور مهم جدا في السولار سيل. فالجولد اصلا اوكسيديشن ريدكشن سولار سيل. طب البلاتينم يا دكتور، قلنا البلاتينيوم برضو نانو بارتيكل كاتاليست في ايه؟ قلنا رقم واحد في عمليه هو كاتاليست في الالكتروكيميكال رياكشن اللي هي عمليه الالكتروليسيز بتاعه الميه. وقلنا كمان في الكاتاليتيك كونفرتر. يبقى هو كاتاليست في الالكتروليسيز الميه، وكمان عمليات الايه؟ الكاتاليتيك كونفرتر اللي هو بتاع العربيات. قلنا السيلفر اصلا ده بنستخدمه في ايه بقى؟ في موضوع التريتمنت اللي هي اللي قلت لك الجزء الايه؟ الطبي بقى. خلاص ديس انفكتنت وميديكال ديفايسز وميديكال دريسنج والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. فاذا هو النانو تيوب اصلا بتاع مين؟ بتاع البطاريات. طب اللي بعده 17
Which of the following physical quantities are considered an example for intensive لا تتغير بتغير الاماونت of الماتر. فوش الماس بتتغير طبعا تستبعدهم. تمبريتشر صح، تمبريتشر صح. هيت سبيسيفيك هيت صح، هيت كاباسيتي غلط، لان هيت كاباسيتي دي اكستنسيف، يبقى هي دي كده الرايت تشويس. خلاص. طب يلا، مين من ال following isn't considered a correct method to get rid of chemical waste resulting from mining process؟ قال لك بص، ما ينفعش طريقه عشان تتخلص من الكيميكال ويست، خلاص، اثناء عمليه الايه؟ اثناء عمليه المايننج. حلو. طيب هو قال لك ايه؟ قال لك ريسايكلينج، عشان ايه؟ يعني نتخلص من الويست. لا، ما احنا بنعمل ريسايكلينج فعلا. طب بيرنينج ان سبيشال فيرنسز تمشي. ما هو بص، هو عايز الفاينل ديسبوزل، يعني خلاص هو بيتكلم على حته الفاينل ديسبوزل. طب البيرن ان سبيشال لاند فيلز برضه شغال، لان هم الثلاثه دول اصلا يا اما تعمل ريسايكلينج زي السولفنت الاورجانيك سولفنت، او تبرنينج لو كان الويستس بقى كيميكال وهارمفول، او ان انت تدفن. صح. طب يوزنج ات ان سويل فيرتلايزرز اكيد هي دي الايه؟ الرايت تشويس، دي اللي مش من ايه؟ من العمليات اللي هي ان انت تطرد الكيميكال ويست اللي بتنتج من الميه. طيب يلا 19. What is the impact of using green hydrogen as a fuel instead of الفوسيل fuel؟ لو احنا استخدمنا جرين هيدروجين كفيول بدل الفوسيل فيول، على نسبة الكربون هتقل جدا طبعا، هتنعدم يعني. هتزيد؟ لا، تقل. صح. طيب doesn't change غلط، ودي غلط. طب البلانت absorb النيتروجين element in the form of ايه؟ امونيا طبعا. خلاص. هو قال لي نيتروس اوكسايد، نيتريت، نيترايت، اول اوف ذا بريفيوس. لا بص، احنا عندنا امونيا NH3 صح؟ صح. بس مش كل البلانت بيقدر يابزورب امونيا، فيجي النيتريفاينج بكتيريا اللي هم النيترايت تحول الامونيا للنيترايت NO2، وبعد كده النيتريت تحول الامونيا ل NO3، بعد كده البلانت يستخدمها في صوره نيتريت، يبقى اما امونيا يا اما نيتريت. مفيش امونيا في نيتريت. شكرا. اللي بعده بيقول لك illustrate from what you have studied الايكويشن extraction aluminium. قلت لك مهمه. ادي يا دكتوره Al2O3 البوكسايت، هنجيب له الجرافيت نكتب له electrolysis يدينا طبعا كل كربون يسحب اكسجين، يبقى انا عايز 2 مول من ده عشان يطلع لي، هنجيب بقى 3 عشان دول 3 اكسجين، 3 جرافيت مع 3 اكسجين ونخليهم 2 عشان يطلع لي 3 كربون دايوكسيد، بلس 2 في 2 ب 4 يبقى 4 الومنيوم. كده خلصنا الالكتروليسيس، امورنا زي الفل. طب يلا، الاوبوزيت فيجر بيوضح some tools which are uncharged metal pole suspended by a silk thread. حلو. دي ميتال بول، دي سلك ثريد يعني سلك من الحرير. طيب بوزيتيفلي تشارجد رود المحترم، ميتال واير ام ده ميتال واير. By using these tools or some of them, how can you charge the metal pole with positive charge؟ طب حلو قوي السؤال ده. احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين اول حاجه خالص نشحن البول ب positive charge. طب الحاجه الثانيه with negative charge. طب تعالى بقى واحده واحده كده وصلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه تعالى نخلي النيوترال اوبجكت دي بوزيتيف. طيب ركز معايا، لو انت فاكر قلت لك عندي 3 بروسيس، ايه هم؟ عندك اول حاجه خالص فريكشن، اندكشن، كوندكشن. مش هنستخدم فريكشن هنا خالص، هو يا كوندكشن يا اندكشن من الاخر. فانت عندك واحده كوندكشن، الثانيه اندكشن. طب يلا نستخدم الكوندكشن. ايه فكره الكوندكشن؟ قلت لك الوحيد فيهم اللي هيكونوا الاثنين نفس اللي تشارج بالظبط الكوندكشن. كوندكشن طبعا كوندكشن. ازاي؟ مش انت معاك تشارج بول بوزيتيف، هنخليه يكونتاكت، يبقى تاتش بمين؟ بالميتال بول. اول ما الاثنين يكونوا كونتاكت ببعض، اون كونتاكت مع بعض، خلاص البول تقلب بوزيتيف. خلاص. ليه؟ لان اول ما يكونتاكت الالكترونات تنتقل من هنا لهنا، فلما الالكترونات تخرج ده بوزيتيف وده يبقى ماله؟ يبقى البول خلاص بقت بوزيتيف. يبقى اول حاجه خالص هنقول كده باي كونتاكت او تاتش اللي تشارج رد باي النيوترال بول will be charged by positive charges. بس كده. طب عايزينها نيجاتيف بقى، هنعمل ايه؟ بص يعني هنقوم عاملين بقى حاجه اسمها اندكشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني احنا
هنعمل ابروتش. بص ابروتش، نقرب البوزيتيف رود. حلو حلو. لمين؟ للميتال بول اهو، للميتال بول. طب لما بنابروتش هيبتدي يحصل ايه؟ هيحصل اندكشن. باي الاندكشن اللي يحصل يبتدي البول هتعمل ري ارينجمنت للتشارج، فيبقى الجزء اللي قريب هنا نيجاتيف والجزء الثاني ماله بوزيتيف. نقوم جايبين الميتاليك واير نعمل بيه كونكشن للبول. فاول ما يبتدي يعمل له كونكشن بالجراوند، بالسيرفيس اوف الجراوند، بالارض، يبتدي يحصل ترانسفير للالكترونز تطلع هنا، فبالتالي يبقى البول كلها مالها نيجاتيف. هي دي الفكره. فهمت اللعبه؟ واضح؟ يبقى بص رقم واحد انت هتعمل ايه؟ هتقول هنقرب الروت من البول، يحصل ايه؟ اندكشن، تبتدي نعمل ري ارينجمنت، يبقى النيجاتيف الناحيه دي والبوزيتيف الناحيه دي. نجيب الميتاليك واير نوصله بالجراوند، يبتدي يحصل ترانسفير للالكترونات، لان الجزء اللي هنا ده بقى بوزيتيف، الجزء اللي قريب من السلك بوزيتيف، يحصل ترانسفير الالكترونات من الجراوند للبول، فالبول تبقى بيكام ايه؟ نيجاتيف. نبعد الروت خلاص بقت نيجاتيف. عايزك بقى اللي هم الخطوات بتاعه الاندكشن بص عليها في الجايد انسر، ارجع روح بص عليها في الكتاب، هتعرف اجابه السؤال بالظبط بالترتيب. واعرف الترتيب مهم، فكره سؤال مهم قوي وممكن يجي لك. وما تقلقش، هي لو جالك طبعا الدرجات هتكون توزيعتها حلوه يعني، بس مش عايزك تغلط في حاجه زي كده. خلاص يا دكاتره، ربنا يوفقكم، موفقين، اشوفكم على خير. السلام عليكم.